هاي، انا ندى، معيدة في كلية الطب وعلى وش ترقية ان شاء الله، بقى مدرس مساعد قريب. هدخل امتحانات بس واترقى. النهارده هتكلم عن اللي داخلين سنة اولى يذاكروا ازاي. انا عارفة ان سنة اولى بتبقى صعبة. ليه؟ لان انت خارج من ثانوية عامة بطريقة مذاكرة الثانوية عامة، انت شاطر بس انت خارج من حتة وداخل في حتة جديدة خالص. وبعدين ايه، مش عايزينك تحبط في الاول. يعني مش عايزين ان انت في اول ترم تلاقي درجاتك مش قد كده فتقوم تحبط، لا خالص. اولا تتقبل ان عادي ده ممكن يحصل لانه نظام جديد، ونحاول نطور من نفسنا. طيب الفيديو ده عشان اساعدك ازاي تذاكر في سنه اولى من غير حته الصدمه الاولانيه دي. طيب اول مشكله هتواجهك في سنه اولى في كليه الطب خاصه يعني هي المصطلحات الطبيه. اولا الدراسه كلها بالانجليزي، فانت لو كنت خريج مدارس عربي هيبقى دي اول مشكله هتواجهك. تاني مشكله ان هو مش اي انجليزي، ده انجليزي ميديكال، يعني حتى اللي كان فاهم انجليزي في ميديكال تيرمز جديده وكتيره جدا هتواجهك. فعشان كده اول حاجه تعملها تنزل ابلكيشن ترجمه، ابلكيشن ديكشنري في الموبايل، ويبقى ميديكال ديكشنري، مش ديكشنري، يعني مش قاموس عادي. نزل قاموس عادي بس الاهم منه هو القاموس الطبي. القاموس الطبي فيه قد كده على البلاي ستور. شوف على اليوتيوب ايه الكويس او ايه اللي واخد تقييمات كويسه ونزله. انا مش هقول حاجه معينه لان انا ما اعرفش الحقيقه، انا متخرجه من زمان خلاص. ف نزل ابلكيشن ترجمه، ويا حبذا يبقى ابلكيشن اوف لاين، بمعنى ان انت مش محتاج نت عشان تشغله، يبقى معاك في الموبايل في اي وقت انت محتاجه. خلاص، يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه، بما انك انت لسه داخل الكليه، يا ريت بعد اذنك تحضر كل المحاضرات وكل السكاشن وكل المعامل. حاول تحضر كل حاجه على قد ما تقدر. ليه؟ انت عمرك سمعت عن حد عرف يسوق العجله لوحده من اول مره؟ لا، لازم في الاول حد يعلمك تمشي ازاي. فنفس الكلام، لازم في الاول حد يعلمك تقرا الكلام ده ازاي، تفهمه ازاي، تفهم يعني ايه اناتومي، يعني ايه باثولوجي، يعني ايه فيسيولوجي. لازم تحضر، لازم حد كبير يقول لك الحاجه دي معناها ايه. فالحاجه اللي احنا هنبدا بيها ان احنا نحضر المحاضرات والسكاشن والمعامل كلها. فيها ميزتين الحقيقه، اول ميزه ان حد هيساعدك، تاني ميزه ان انت لما تيجي تروح ان شاء الله في نفس اليوم تقرا كل الحاجه اللي انت اتشرحت لك في اليوم. خلاص، فده هيساعد ان المعلومه تثبت. يعني انت مثلا النهارده خدت انترودكشن مثلا عن عن الكلمات مثلا بتاعه الاناتومي، يعني دي محاضره كامله، يعني ايه ميديال، يعني ايه لاترال، كلمات كده في الاناتومي لازم تعرفوها من اول محاضره. اول ما تروح تقرا المحاضره تاني، لو الدكتور سابها لكم يبقى اقرا المحاضره تاني هياها، لو معاك المصدر مثلا او معاك كتاب اقرا نفس الكلام تاني في الكتاب ده. خلاص. ليه بقى؟ لان كده المعلومه بنحاول ان احنا نثبتها. تمام. طيب تالت حاجه، في الاول هتواجهك مشكله ان انت بتطول جامد جدا في المذاكره. يعني انت خلاص قررت ان انت هتذاكر مثلا الشابتر ده او الصفحه دي، تلاقي نفسك قعدت ساعات قد كده عشان خاطر الصفحه تخلص. احنا مش عايزين ده يحصل، مش عايزين نقعد على صفحه 3 ساعات. العيب مش فيك على فكره، وتبقى انت غلطان ويبقى العيب فيك بجد لما تقرر واعي ان انت تقعد 3 ساعات. لا، المفروض تعمل ايه؟ هي الصفحه معاك 10 دقايق، خلصت ما خلصتش اقلب. خلاص. ليه بقى؟ لان هما في الابحاث لقوا ان مهما ما بذلت مجهود او مهما ما حطيت وقت في اول مره مذاكره ملهاش لازمه، انت كده كده هتنسى الكلام. كده الذاكره ما بتحفظش من مره واحده، كده الذاكره محتاجه تكرار. وعشان احنا يبقى معانا اريحيه التكرار، ما ينفعش ان انا ادي لحاجه واحده 4-5 ساعات مذاكره، ده يبقى اسمه تضييع وقت. هي اخرها نص ساعه عشان الحق اذاكر الماده الثانيه، عشان الحق اذاكر الحاجه اللي ذاكرتها من اسبوع، الحق اكررها وهكذا. فانت الحاجه اللي تتذاكر في 3-4 ساعات ما تعملش كده. هي الحاجه تاخد معاك الصفحه 10 دقايق، خلصت ما خلصتش اقلب، وخد المعلومه بصفه عامه. تمام. يبقى احنا نزلنا القاموس وحضرنا المحاضرات، واول ما روحنا ذاكرنا اللي حضرناه، ولما ذاكرناه ما قعدناش 100 ساعه فيه، يا دوب قلبناه قرايه مجلات حرفيا. وبعد ما قريناه قرايه مجلات هنكرره، مش هنكرره بكره بقى، لا هنكرره حفظ وتركيز بعد ما نكون هضمنا المعلومه. امتى؟ بعد بكره، يعني سقط يوم واليوم اللي بعده، وبعد كده بعدها باسبوع. ليه؟ لان المسافه دي مهمه في ان التكوين الذاكره يحصل، ان المعلومه تتنقل من الشورت تيرم ميموري اللي هي الذاكره قصيره المدى للذاكره طويله المدى. تمام. فاحنا محتاجين مسافات ما بين كل مره مذاكره والتانيه. طيب بعد ما خلاص انت قررت المعلومه وحفظتها، او اثناء ما انت بتعمل كده اكيد هتقابلك حاجات انت مش فاهمها.
الحاجات اللي انت مش فاهمها دي برضو ما تضيعش فيها وقت. ايه اللي هتعمله؟ انت مثلا ظهر قدامك حاجه انت مش فاهمها قوي، فتقوم عامل ايه؟ تكتب السؤال زي ما هو بالانجليزي على جوجل، زي ما هو زي ما جه في دماغك. يعني مثلا ايه الفرق ما بين 1 و2؟ هتكتب what's the difference between 1 and 2 على جوجل، هيطلع لك. فالموضوع انا ممكن حتى احط سكرين شوت ايه الفرق ما بين 1 و2 هنا. اي سؤال بديهي او مش بديهي او سؤال معقد او مش معقد حطه على جوجل هيطلع لك اجابه. طب جدلا وما طلعش اجابه هتعمل ايه؟ ولا حاجه. يا اما تدخل لو انت معاك نمره اي حد من الدكاتره او تعرف اي حد من الدكاتره الكبار او زمايلك اللي اكبر منك، ابعت له. ردوا ما ردوش، هتروح تاني يوم انت بتحضر بقى، هتروح تاني يوم الكليه تسال الحته دي انا مش فاهمه، ممكن يا دكتور تشرح لي؟ بس انما انت تقعد بقى فيها ساعتين 3 عشان تفهم، ما تعملش كده. ما تضيعش وقت في حاجات ديد اند، هي سده، يا توصل من اول مره يا خلاص سقطها وابقى اسال عليها بعدين. خلاص. طيب اهم نصيحه بقى، اهم نصيحه خالص، هي انك تتعرف على زملاء اكبر منك، تكون علاقات كويسه مع حد اكبر منك بسنه او سنتين او 3. ليه بقى؟ لان الشخص ده هو اللي هيقول لك تذاكر منين، تجيب كتب ايه، لو عنده تلخيصات او متوفر عنده تلخيصات من السنه بتاعته او السنين اللي قبله هيبعتها لك، هيقول لك تعمل ايه بالظبط. طبعا مصادر المذاكره مفيش اكتر منها، بقى في يوتيوب، بقى في كورسات اونلاين، الكتب نفسها بقى في منها كتب انجليزي اللي هي المراجع، كتب مصري اللي هي بتاعت الجامعات التانية، و شركات طباعة او دور نشر بقت تعمل كتب على قد الموديول، يعني موديول كارديو فاسكولار وهو بقى حاطط كل حاجة جواه، حاطط الفسيولوجي بالاناتومي بالباثولوجي وما الى ذلك. خلاص. فلازم تسأل حد اكبر منك ايه هي طرق المذاكرة، ازاي اجيب درجات في الكلية دي، في الكلية دي طريقة امتحاناتها ازاي، طريقة الحل ازاي وما الى ذلك. انا بقى مش عارفة افيدكم في الحكاية دي لان انا كنت في سنة اولى سنة 2011 من اكتر من 10 سنين، فما عنديش فكرة، وطريقة امتحاناتنا غير طريقة امتحاناتكم دلوقتي، فما عنديش فكرة خالص. انتوا في سنة اولى في كلية الطب عندنا في اسماعيلية وفي بورسعيد، في اسماعيلية الاهلية وفي السويس، هيبقى الموديولات غالبا هي واحده، يعني اسماعيليه والاسماعيليه الاهليه هي دي انا متاكده منها، الباقي غالبا شبهها وواحده، اللي هي ايه؟ اول موديول هيبقى فاونديشن 1. فاونديشن 1 ده فاونديشن يعني اساس، والاساس ده هيقول لك ايه الاساس بتاع الطب، هتاخد حاجات اساسيه خالص، فيسيولوجي، اناتومي، ما اعتقدش ان فيها بايوكيمستري، لا في هيستولوجي، المواد الاساسيه اللي هي ايه في اول موديول خالص اللي هو الاساسيات الطب. فاونديشن 2 اللي هو الجزء الثاني بقى برضو من الاساسيات، هتبدا تاخد المواد الثانيه اللي هي باثولوجي مثلا، بايوكيمستري وما الى ذلك. فانت في اول ترم في كليه الطب عندنا هتتعرف على المواد كلها وتاخد اساسيات الحاجه كلها. يعني انا مثلا باثولوجي، انا تخصصي باثولوجي، هتاخد معانا في فاونديشن 2 الاساسيات بتاعه الباثولوجي، وهتبقى تتعرف عليها لما تجيلنا ان شاء الله، مش وقت اتكلم فيها دلوقتي. تمام. بعد كده الترم الثاني عندك 3 موديول، موديول يعني مجموعه من المواد متجمعه على حسب احنا بنشرح ايه. فمثلا الترم الثاني عندنا 3 موديول، اول واحد فيهم اللي هو ماسكولوسكيليتال يعني الجهاز الحركي والعضلي والعظمي، الماسكولوسكيليتال سيستم ده هتاخد بقى كل حاجه تخصه، هتاخد التشريح بتاع الماسكولوسكيليتال سيستم، هتاخد الهيستولوجي، هتاخد الفسيولوجي هو بيشتغل ازاي وما الى ذلك. هو ده الموديول. يبقى في الترم الثاني اول موديول هيبقى الماسكولوسكيليتال، ثاني موديول هو الريسبيراتوري، ثالث موديول هو الكارديو فاسكولار او العكس على ما يعني مش فاكره قوي، بس المهم ثاني ترم هيبقى فيه ماسكولوسكيليتال، ريسبيراتوري، كارديو فاسكولار بس. فان شاء الله سنه اولى تبقى حلوه، تعدي بسلاسه ولطافه، وهي مراحل تعليميه، فانت ما يعني عادي لو انت فشلت عادي، ما تضغطش على نفسك جامد، اتعلم وحاول مره ثانيه، اتعلم وحاول مره ثانيه، كل مدى انت بتتحسن، بس اهم حاجه انك تحاول كمان وكمان وكمان. بس هحط لينك الانستجرام لو حد عايز يبعت يسالني في المذاكره طريقتها او كده، ولو في اي سؤال طبي برضو انا هحاول ارد على قد ما اقدر يعني، واشوفكم الفيديو الجاي.